بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله بقى هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في ال PHP، ودي بقى تعتبر بداية خطواتك العملية في البرمجة. احنا كل كلامنا قبل كده كان عن انك ازاي تعمل تغيرات، ازاي تكتب كود بشكل عام، يعني ازاي تعمل السنتكس. من دلوقتي بقى هتبدأ تشتغل على الفورمز، او ازاي بقى تعمل برنامج فعلا عن طريق الفورمز. طبعا انت لازم تكون دارس ال HTML، وبما انك دارس ال HTML فانت عارف يعني ايه فورم. الفورم اللي هو النموذج بتعمل جواه حاجات اللي هي الانبوت، واللي هو ممكن نمثله بالدوت نت اللي هو التكست بوكس، والزرار السبمت. كل الكلام ده انت لازم تكون عارفه قبل كده. انت طبعا اخدت في ال HTML انك فورم تعمل اكشن، تعمل ميثود. اسف، ده جوه ال PHP. اخدت في الفورم انك تعمل فورم في اكشن وفي ميثود، وهنا بقى بتعمل خانات زي ما انت عايز. مثلا من خانة يوزر نيم اعمل فيها input type text name يوزر نيم مثلا بالشكل ده، value هسيبها فاضية. ممكن تعمل password input type text name password بالشكل ده، وvalue خليها كده. اسف، في التايب نخليها باسورد بالشكل ده. طيب انت عندك هنا فورم، ازاي توصل للقيم اللي المستخدم بيدخلها؟ اول حاجة انت هتعرف السوبر جلوبال فيربلز، او اللي ممكن نقول عليها المتغيرات الخارقة تقريبا. ما علينا، هي سوبر فيربلز. الفيربلز دي عن طريقها بتجيب البيانات اللي داخله في الفورم. في عندك اكتر من سوبر فيربل في ال PHP، في منها السيشن، في منها البوست، في منها الجيت، في منها الريكوست، في منها الفايل. بس اللي هم يخصوا الفورم اتنين بيدخلوا في الميثود، يا اما بوست يا اما جيت. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ البوست لو انت جيت تعمل submit، طبعا احنا هنا لسه ما عملناش زرار submit، هنعمل input type submit بالشكل ده. لازم ندخل باقي الخواص. المهم عندنا هنا زرار، نيجي نشوف عندنا هنا يوزر نيم باسورد submit. هنا في البوست لما تيجي تعمل submit، انا مثلا هدخل هنا احمد، اوكي، وهنا ادخل باسورد مثلا 1 2 3 اي حاجة. نيجي نعمل submit، ملاحظين عنوان ال URL هنا ما اتغيرش، هو learn.php بس. ده البوست. طب الجيت لما تيجي تعمله كده جيت، لما تيجي تعمل submit هتلاقي الشكل متغير خالص. احمد 1 2 3. لما تيجي تعمل submit او هنا في حاجة يمكن ما بتظهرش على الجوجل كروم. طيب احنا ندخل على ده من الفايرفوكس. يا ريت بس توضح على الفايرفوكس. نعمل يوزر نيم مثلا احمد، ونعمل باسورد 1 2 3، ونعمل submit. جميل، ظهرت هنا على الفايرفوكس. ملاحظين هنا عمل علامة استفهام، بعد كده يوزر نيم يساوي احمد اللي هي القيمة اللي احنا دخلناها، and باسورد يساوي 1 2 3 برضو القيمة اللي احنا دخلناها هنا. يبقى هنا البوست بتمرر البيانات بطريقة مخفية.
انما الجيت بتبرر البيانات بطريقة ظاهرة هنا في عنوان اليو ار ال. طبعا كل الناس هتقول طب جميل، علشان نعمل حماية بقى يبقى نستخدم البوست على طول. لا، انت احيانا كتير هتستخدم الجيت، خصوصا لما تيجي تعمل حاجة زي مثلا بيج دوت بي اتش بي، مثلا نظام صفحات بيبقى فيه صفحة رقم 1 صفحة رقم 2 الكلام ده، هتستخدم اللي هو اي دي يساوي كذا. ده طبعا جيت، علشان تاخد رقم 1 ده اللي هي القيمة بتاعة الاي دي هتستخدم جيت. ما علينا، كل الكلام ده طبعا مواضيع متقدمة. المهم ان الميثود البوست بيبقى بطريقة مخفية، والجيت بيبقى بالطريقة دي. طيب احنا ملاحظين هنا ان اليوزر نيم ده هنا عندنا هنا يوزر نيم يساوي احمد. طب الانبوت تايب ده، الانبوت ده النيم بتاعه ايه؟ النيم بتاعه يوزر نيم. طب لو جينا غيرناه هنا خلينا نيم بس بالشكل ده، وجينا مسحنا ده نفرش وعملنا احمد 1 2 3. اوكي، ملاحظين هنا بقى نيم يساوي احمد، لانه ملوش دعوه بالمكتوب، هو ليه بالنيمز بتاعه الانبوتس. هنا نيم دخلنا فيه احمد، وهنا باسورد دخلنا فيه 1 2 3. يبقى هنا نيم دخلنا فيه احمد، وهنا باسورد 1 2 3. انما لو بوست بالشكل ده دخل فيه احمد دخل فيه 1 2 3، اوكي، زي ما هي الليرن دوت بي اتش بي، مفيش اي حاجه زادت عليها. ده الفرق ما بين البوست والجيت. طب ازاي بقى تاخد البيانات اللي في الفورم دي؟ وهل احسن تاخدها من البوست ولا من الجيت؟ ايه الاسهل؟ ازاي تطلع البيانات دي عندك في برنامج البي اتش بي؟ ان شاء الله هنعرفه الدرس الجاي.